بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، الله عز وجل قال في الكتاب ديال الحكيم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي أو الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. توبة النصوح أيها المؤمنون قدرها العلماء بشروط. الشرط الأول وهو العبد التائب كيخصو يتوقف عن ارتكاب الذنب أولا في الوقت الحاضر ديالو. فلو يعني الإنسان كيقول غير بفمو يا ربي راني تايب ليك وهو باقي كيرتكب نفس الذنوب، راه بحال يعني إلا كيستهزأ بالله عز وجل. الشرط الثاني كيخص العبد المؤمن التائب يندم على الذنوب اللي ارتكبها في الماضي ديالو، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه ابن مسعود رضي الله عنه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، الندم توبة. الشرط الثالث وهو التائب كيخصو ينوي واحد النية حسنة فيها واحد العزيمة قوية باش ما يرجعش للذنب اللي تاب منه أبدا في المستقبل ديالو. يعني مثلا الإنسان اللي تاب ونوى بالنية ديالو غير يصوم غير في رمضان، وملي يكمل رمضان يرجع لنفس الذنوب ديالو يرتكبها، هاد التوبة ديالو ما كتعتبرش توبة وما كتجريش عليها الأحكام ديال التوبة. باش يمكن العبد المؤمن التوبة ديالو تكون صحيحة وتكون صادقة عند الله عز وجل، كيخصو يعزم واحد العزيمة قوية باش ما يرجعش لهاد الذنوب اللي كان كيرتكبها في الماضي ديالو. فإذا الإنسان مثلا غير في شهر رمضان أو عن شي حدث ديال الموت أو مرض أو شدة أو أي محنة من المحن، يعني تاب وملي كملت هذيك المدة عاود رجع لنفس الذنوب ديالو تيرتكبها، هاد التوبة ما كتعتبرش وما كتعدش عند الفقهاء والعلماء توبة نصوح. هاد الشروط الأربعة اللي حدوها العلماء هي اللي تتكون علامة على قبول التوبة. الشرط الرابع وهو باش يمكن التوبة تكون صحيحة ما بقيش العبد التائب يرجع للذنوب اللي تاب منها أبدا. ملي كيطبق الإنسان التائب هاد الشروط الأربعة كما قلت، كيكونوا من علامات قبول التوبة ديالو، ما بقيش يرجع للذنب اللي تاب منه أبدا، باش هذيك الذنوب اللي ارتكب في الماضي كتمحى عليه بالأمر ديال الله عز وجل وكيدار في بلاصتها حسنات. والله عز وجل كيقول في الكتاب ديال الحكيم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني الناس اللي متواصلين في التوبة ديالهم، لأن الذنوب متنوعة في هذه الحياة، ان الدنيا عامرة بالفتن، ويمكن الإنسان يركب ذنب هنا من هذا النوع ويرتكب ذنب من هذا النوع ويرتكب ذنب من هذا النوع، كيبقى الإنسان يحاول يتوب من ذنب لذنب، يعني ما يرجعش ليه. كاينه عادات بزاف كيرتكب منها الذنوب وهو كيحاول باش كل عاده يحيدها. هذاك الشيء اللي كيدير هذوك الابواب اللي كيدير منها الذنوب يبدا يتوب منها وحده بوحده. والمتطهرين هما اللي كيطهروا القلوب ديالهم بالايمان وبحب الله وبعمل الخير اللي كيحبوا الله. وكذلك الإنسان اللي كتقبل التوبة ديالو عند الله عز وجل هو
الانسان اللي وقت ما تذكر الذنب تيستغفر الله، كيستغفر الله باش يمحي عليه هذوك الذنوب. ومن الرحمه ديال الله عز وجل العبد التائب كينسيه هذوك الذنوب ديالو، كينسيها ليه رحمه به باش ما باقيش يتفكرها، ولا كاع تفكرها كيستغفر الله سبحانه وتعالى. بحيث قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، وهو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. والمسألة السادسة اللي يخص العبد المؤمن التائب يتوب منها، وهو كما قلت وقت ما تذكر الذنب ديالو كيطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى. فالعبد المؤمن إذا تاب كينسيه الله سبحانه وتعالى هذيك الذنوب اللي كان كيرتكبها في الماضي ديالو، باش ما تكونش عنده واحد العقدة نفسية، وبقى وقت ما تذكرها كيحس بالقلق ويحس بالذنب ويحس بالآثام. كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تاب العبد من ذنوبه أنسى الله حفظته ذنوبه، وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه من الأرض، حتى يلقى الله وليس عليه شاهد من الله بذنب. يعني الله سبحانه وتعالى كينسي الحفظة اللي يكتبوا الحسنات ويكتبوا الذنوب، وكينسي حتى الجوارح ديالو اللي ارتكب بها هذوك الذنوب، والمعالم من الأرض يعني أي حاجة تواجدت في هذاك الأماكن اللي هو ارتكب فيها الذنوب، حتى هي راه تكون شاهدة عليه، تينسيها الله سبحانه وتعالى باش ملي يلقى الله سبحانه وتعالى ما يشهد عليه حتى شي واحد يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التوابين ويجعلنا من المتطهرين، وأن يغفر لنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.